البداية اللي هو حلم الصهاينة من النيل إلى الفرات. ترامب امبارح قال كلمة غريبة جدا ما حدش يستوعبها، يقول لم أكن أتوقع وقوف مصر والأردن أمام القرار بتاعه. حضرتك قضية التهجير ديت علشان ينفذ الحلم الصهيوني الأمريكي أو الحلم الصهيوني، وبعد ما الصهاينة يعملوا الحلم بتاعهم مش هينفع طبعا ومش هيتحقق، هو هيخش عليهم. احنا عايزين نقول لحضرتك تضافر العرب واتحادهم وتحالفهم في 6 أكتوبر هيرجع تاني وهم مش هيقدروا عليه. قصة تهجير الحكومة المصرية الحمد لله واقفة أمام قصة تهجير صمود كبير جدا جدا جدا. إزاي يطرد أصحاب الأرض؟ يعني أنا مش مستوعب العقل الصهيوني الأمريكي، أنا بطرد أصحاب الأرض من أرضهم. أنت محتلهم من 48 لحد دلوقتي، وكمان عايز تطردهم. اللي حصل في 7 أكتوبر لحد النهارده نصر عظيم، نصر كبير للفلسطينيين في غزة خاصة والفلسطينيين كلهم عامة، طبعا أمام تحالف عالمي صليبي يهودي، وليس الصهاينة فقط، ده هو تحالف يهودي صليبي عالمي ضد غزة وضد المسلمين في غزة. ولكن الحمد لله صمودهم كلهم كرجالة وأطفال ونساء أمام الهجمة الصهيونية الأمريكية عليهم، قدروا إن هم ينتصروا، واللي بيحصل الاستسلام اللي يمضي أو المهادنة ده نصر. شكرا جزيلا.